تناثرت التمريرات كحبات لؤلؤ، وتلاحقت المراوغات كطيور مهاجرة تبحث عن مأوى، حتى اهتزت الشباك بهدف وحيد كان كافيا ليعلن الوداد فائزا ويشعل شموع الفرح في قلوب عشاقه. لكن وسط هذا العرض الكروي الباهر كان هناك فنان يخطو على العشب بخطى الواثق ويداعب الكرة بلمسات الساحر. إنه نور الدين أمرابط، الذي لم يكن لاعبا عاديا، بل كان شاعرا يكتب قصائد الإبداع بقدميه، ورساما يشكل لوحات فنية بذكائه. كان يبهر الأنظار بمراوغاته الأنيقة ويحير العقول بتمريراته البديعة. لقد عاد أمرابط من رحلته الطويلة في الملاعب الأوروبية والخليجية ليس ليشارك فحسب، بل ليعلم ويمتع. كان كلما لمس الكرة ازدان الملعب رونقا، وكلما مررها أضفى على اللعب جمالا. لم تكن هذه الأمسية مجرد فوز، بل كانت درسا في الفن الكروي، وشهادة على أن الشغف لا يشيخ وأن الموهبة لا تنضب. غادر الجمهور الملعب وهم يحملون في قلوبهم صورة جميلة نقشها نجم لامع اسمه أمرابط.